السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا انا وانا بعمل الاكل الفرندا بتاعت الكلاب بتتنضف، فطبعا طول ما هي بتتنضف وهم سايبين كده تبصوا تلاقيهم يجوا على المطبخ، فطبعا معرفتش اخرجهم. وطبعا انا خليت الكلاب تظهر بناء على اصدقاء كتير قالوا لي يا صافي احنا عايزين نشوف كلابك. طبعا دي بيلا، السودة دي بيلا، دي الصغيرة، اما الكبيرة دي جيسي امها. النهاردة بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل محشي. انا كنت جايبة حاجة محشي في التلاجة وقلت بقى ايه اعمل معاكم فيديو. في الحقيقة عشان ما اكذبش عليكم الفيديو ده قديم، فلقيته على التليفون قلت انزله لكم. وحشتوني قوي قوي قوي، يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا هنا انا بفرم البصل، وطبعا حاطه الزيت يقدح على النار. انا يا جماعه مش بحب احمر البصله، انا يا دوبك بصفر البصل اهي فرمتها وهحطها على الزيت كده اللي على النار تقدح. طبعا المحشي بيتعمل بالزيت، عامة انا كل اكلي بحب اعمله بالزيت، ما بحبش السمنة بصراحة. اللي وصل لحد هنا من الفيديو ما ينساش يحط لي اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. وبشكر كل جديد دخل لي القناة، ربنا يا رب يخليكم ليا ويكتركم عندي كمان وكمان. والله يا جماعة وسامحوني على قلة تنزيل الفيديوهات غصب عني، عندي شوية ظروف. واللي ما اشتركش في الفيسبوك يشترك في الفيسبوك. وبحبكم في الله احلى واجمل اخوات في الدنيا. طبعا الفيديو شارح نفسه فمش محتاج ان انا اشرحه. هنا برضو بطلع الخضرة من التلاجة عشان هبتدي انضفها واخرطها معاكم. طبعا بشكر كل اللي بيخش القناة عندي وبيحط لي اللايك، تسلم ايدك وتسلم ايدك، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ويخليكم ليا. وكل جديد دخلي على راسي، نورتوني وشرفتوني، وربنا يكتركم عندي كمان وكمان. اخواتي القدام اللي معايا في القناة من زمان، بحبكم جدا في الله، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا رب. واللي ما اشتركش في يوميات صافي سعيد تو اشترك فيها، برضه بننزل عليها فيديوهات حلوة. والفيسبوك يا جماعة اللينك بتاع الفيسبوك محطوط على لمحة، اللي عايز يخش يشرفني على راسي من فوق. وطبعا الفيديو شارح نفسه، يعني انا مش محتاجة ان انا اشرح، لان كل ست بيت شاطرة بتعرف تعمل. اصل انا مش بعمل افتكاسة، يعني ده محشي، اكيد كل ست بيت شاطرة بتعمل، وكل كل ست بيت شاطرة عارفة بتعمل ايه وبتعمل اكل وبتعمل احلى اكل. بس هو مجرد الفيديو دردشة، يعني ادردش معاكم شوية عشان انتوا وحشيني. بسيبكم بقى مع الفيديو تتفرجوا. يعني هنا انا بخرط طبعا الخضرة والبصل على النار بتتشوح. في ناس يا جماعة بتعمل ايه، بعد ما بتحط البصلة بتتشوح على النار بتحط الطماطم، وبعد الطماطم ما بتتسبك بتحط الخضرة وبعدين الرز. انا بقى مش بعمل كده، دي الحاجة الوحيدة اللي انا مش بعملها. يعني انا بعمل ايه، انا بحط الصلصة عادي، وبعد ما تتسبك بقوم حاطة الرز وبعدين احط الخضرة واوطي النار عشان الرز يتشرب من الصلصة والخضرة، وتبقى الخضرة لونها اخضر كده وحلوة، ما تبقاش معصورة قوي في الصلصة يعني. ودي طبعا صلصة انا مصلصاها في التلاجة، يعني انا جبتها وصلصتها وحطيتها في التلاجة، بس بصراحة لسه ما حطيتهاش في كيس التخزين عشان احطها في الفريزر، بس بتنفع بصراحة يعني. هو كل حاجة بتنفع في البيت على فكرة، مش الصلصة بس، اي حاجة بتنفع في البيت. طول ما انتي بتخزني حاجات في البيت بتنفعك بعد كده يعني. على فكرة زعلانة منكم جدا، اخر فيديو نزلته انا ملقتش عليه دعم، ولا الاخير ولا قبل الاخير. ليه كده؟ ليه انتوا بطلتوا تدعموني وبطلتوا تخشوا تتفرجوا على فيديوهاتي، ما بقتش تعجبكم؟ عامة الف شكر لكل اللي دخل الفيديو وحط اللايك،
على راسي، ربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب. وبإذن الله هنفتح بثات، بس أنا يا جماعة الأيام دي أنا نزلت شغل، فمش هقدر إن أنا كل شوية أفتح بث أو أنزل فيديو، لأن برجع من الشغل تعبانة بجد. يا دوبك كنت بحضر لقمة في البيت وكنت أصور فيديو، لأن أنا كمان بصور على الفيسبوك. الله المستعان يعني. أنا هنا طبعا حطيت الصلصة بعد البصلة ما اصفرت. ما بحمرش البصلة، بخليها صفرا عشان ما توجعش المعدة. وحطيت الصلصة اتسبكت، ورحت حاطة الخضرة كده زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت الرز الاول وبعدين حطيت الخضره زي ما قلت لكم، وبقلبه كده كويس جدا، وهسيبه على نار هاديه. يعني هوطي النار كده واسيبه على نار هاديه بحيث ان الرز يتشرب من الصلصه والخضره. طبعا احنا هنعمل محشي النهارده، هنعمل محشي بتنجان وفلفل وكوسه. خلصنا كده الخلطه بتاعه المحشي، وهنبتدي نحشي كده. طبعا انا بحط في الحله من تحت، في قلب الحله من تحت بحط الحشو. يعني انا بقى اما باجي اقور الكوسه بطلع الحشو اللي في قلبيها وبحطه في الحله، وبعد كده بحشي وبحط عليه. يعني طبعا ما باخدش القلب بس، لا بحط عليه طماطميه وببشر بصلايه وبحط حبه ملح وحبه فلفل اسمر، وبسويهم كده في قعر الحله، واقوم حاشيه بقى عليه المحشي. وطبعا بحط نقطه زيت. اتمنى يعني اللي ما شافش الفيديو اللي قبل ده يشوفه، واللي ما حطش اللايك يحط اللايك. يا رب تسلم ايد كل اللي حط لي اللايك. هنا بقول لكم هكمل حشو وارجع لكم تاني، عشان انا ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات. اهو كده اتحشى اهو، بصوا اهو حشينا المحشي كده، وهنبتدي نسويه. طبعا هنا انا عندي نص فرخة وكانت مسلوقة، وبسخن الشوربة بتاعتها عشان اشرب بيها المحشي. طبعا الشوربة انا عارفة المقدار قد ايه هحط، لان انا ما بحطش شوربة كتير عشان الكوسة والفلفل بينزلوا مية، ولو حطيت شوربة كتير طبعا المحشي هيعجن. وبحط حبة صغيرين كده بحيث ان هو يستوي. وهنا بقول لكم هيستوي ونرجع لكم. متنسوناش باللايكات بقى حبايب قلبي. وهنا خلاص المحشي طلع، قلبناه كده. بس عايزه اقول لكم ريحته تجنن بجد، وطلع طعمه في منتهى الجمال. اهو بصوا المنظر ده. اللي وصل لحد هنا من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. بحبكم في الله يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. ويا رب يا رب كده الفيديو اللي عجبكم كده. بصوا انا حمرتش الفرخه بصراحه، لان احنا بنحب ناكلها مسلوقه. هو التحمير حلو بس السليق افيد، يعني لما تبقى مسلوقه بتبقى افيد. انا اتعودت ان انا اكل معاكم. طبعا عايزه اقول لكم طعمه في منتهى الجمال بجد بجد. كنت راجعه من الشغل تعبانه قوي، وطبعا زي ما انتم شايفين جعانه، فقلت اكل معاكم كده صباعين. بحبكم في الله يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.